السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ نبدأ يوم جديد مع بعض. هنبدأ اليوم كده ايه من اوله، روتين يا رب يكون خفيف عليكم كده ويعجبكم بإذن الله. نسمي الله كده وايه ونبتدي. النهاردة انا الحمد لله يعني بيبقى احلى يوم عندي لما ايه ابقى عارفة انا هعمل اكل ايه من قبلها بيوم. انا كنت ناوية النهاردة اعمل بتاع ده همبرجر، وهعمل لهم عيش كايزر في البيت. كان نفسهم فيه بصراحة من فترة والحمد لله ان هنعمله النهاردة كده، يا رب ايه يعجبكم. بس كان عندي شوية مواعين كده اشطبها بس كده، وعندي شوية حاجات عايزة تتظبط. وكان عندي عاملة بس العلب دي كانت فضت كان هنا الشعرية برضو كانت خلاص قربت تخلص، فضيت فيها الكيسين كده. وكان برضو عندي الرز وايه وفضيتهم عشان كان كنت خايفة يعني عشان الرز ايه محطوط في كيسة كده ممكن الاقيه يتبعتر ولا حاجة. قلت احطه في العلب بتاعته واشيلهم، ونعمل حاجة حاجة كده ونسمي الله كده ونبتدي. هنا انا كان عندي يعني دول بصراحة اقل من نص كيلو دقيق، هعمل بيهم العيش. نخلت كده الدقيق واحط عليه معلقة اللهم صل على النبي ملح، واحط عليه سكر، واحط عليه زيت ومعلقة بيكنج باودر. هنا احط معلقتين سكر كبار كده، وهنا الملح، واحط عليه معلقتين لبن بودر، لبن بودرة. حلو قوي بيدي طراوه قوي للعجين. ولو كان عندي لبن رايب كنت حطيت شويه زيت وشويه خل. انا هنا كنت عماله اقول في حاجه ناقصه، كنت هنسى الخميره اصلا. وقعدت اعجن بقى. انا ابتديت بالعجينه عشان اسيبها ايه تخمر براحتها. العجينه هيك طريه وجميله، فضلت اعجن فيها لحد لما ايه بقت طريه كده، تبقى حلوة يعني من 10 ل 12 دقيقة كده. دعكيها سوري اعجنيها وغطيتها وشلتها. هنا كنت جايبة اللحمة المفرومة وبشرت بصلاية وعصرتها من المية جامد، وحطيت عليهم معاها بتاع ده بهارات البرجر، وحطيت بيضة ومعلقتين بقسماط ناعم، ومعلقة فلفل اسمر، ومعلقة ملح. ما كترتش الملح عشان البهارات برضو ايه بتبقى مالحة يعني ما بس. وهدعكم كده بايدي واغطيهم برضو وادخله ايه التلاجة شوية. هنا بقى يعني كنت حطيته في التلاجة شوية، وهنا هقسمه يعني هعمله دواير، وهحطه على كيس بلاستيك عشان ما يلزقوش في بعض. احطه كيس تحت كده. انا بصراحة ما عنديش اللي هي اللي بتعمل الهمبرجر، لا انا بعمله على ايدي. انا ما عنديش اللي هي بتاعته دي اللي هي المكبس بتاعه ده. انا هنا بعمله بايدي. والله الحمد كان طعمه حلو، والله الحمد لله يعني عجبهم جدا. اهم حاجة عندي اللي هو ايه يعجبهم، وبطريقة سهلة وبسيطة خالص يعني ما اخدش وقت. انا هنا عملته وحطيته في الفريزر، قعد بتاع ساعة في الفريزر كل ده. والعجينة بتخمر، هي العجينة بتخمر يعني هي بتقعد عشان الجو دلوقتي ساقعة، ما بتقعد شوية يعني، غير الصيف بتخمر على طول. النص كيلو ده طلع لي مش فاكرة بصراحة، لان انا كنت مسجلة هنشوف دلوقتي يجي طلع كام واحدة. طلع اهو. وهنا النص كيلو ده عمل لي 9 ترغفة، بس كان طعمه جميل جدا. العجينة طرية، وقسمتها على قد ما اقدر اللي هو يبقى ايه كل حتة عجينة قد التانية بالويم كده، على قد مسكة ايديك يعني. انت هتعرفي ايه الحتة هتبقى قد الحتة. وفي الاخر برضو ظبطت يعني بحيث ان هو كلهم يبقوا يعني سوا واحد. سبتهم غطيتهم وسبتهم يريحوا شوية. وكنت هنا مولعة الفرن لان العيش بيخش على درجة حرارة عالية.
هعمل 9 ترغيفة. هنا هغطيهم برضو واسيبهم يرتاحوا شوية. هنا انا هاخد معلقة لبن بودرة على شوية لبن صغيرين عشان احطهم على وش العيش. نقطة زيت صغيرة كده بطريقة سهلة وسريعة يعني، وعملنا الغدا وكان الحمد لله جميل جدا. هنا هحط عليه اللبن وهحط عليه سمسم وهحطهم في الفرن. شوية سمسم كده. تنسونيش يا حبايبي في اللايك والاشتراك في القناة. هو كان هنا كده العيش طلع، بص طري ازاي اهو. والله كان طعمه جميل جدا الحمد لله، وعجب عيالي الحمد لله يعني، والف هنا وشفا. هنا انا بحط، انا ما بقلهوش على في الطاسه على البوتاجاز من فوق، لا انا بجيب صينيه كده وشويه زيت وارص فيهم وبحطهم في الفرن. طريقته سهله وبسيطه ومفيش يعني، ما اخدش معايا وقت خالص اهو والله. يعني بصي النص كيلو عمل قد ايه. احنا بصراحه يعني اكلنا يعني العيش الكايزر وكملنا بالعيش البلدي عادي يعني بقى. هنا انا اهو كنت عملت سندوتشين، بس ادم ومازن قالوا لي يا ماما اعمله لنا بحته زبده في الصينيه كده، وقطعيه وحطيه بس في الصينيه قبل ما تعملي لنا السندوتشات بتاعتنا. قلت لهم ماشي حاضر. هنا كنت مقطعه بصل حلقات وطماطم وكابوتشي، وجبت لهم كاتشب ومايونيز والحمد لله اهم حاجه عجبهم، وان شاء الله يعجبكم باذن الله. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم يا رب، ويكون يعجبكم، ومتنسونيش باللايك والاشتراك في القناة. واحلى لايك منكم احلى لايك منكم ان شاء الله. ايه رأيكم؟ يا ريت رأيكم يهمني، لو سمحتوا رأيكم في الكومنتات. وكنت برضه عملت قليت جنبهم بطاطس، وهو بألف هنا وشفا.